يا أهلا بيكم يا محبي أفلام والمسلسلات التركية في ملخص الأول من مسلسل حلم أشرف. قبل ما نبدأ الحكاية، لو عجبك المحتوى ومتنساش تدعمنا بلايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد وتشجعنا نكمل ونقدم لك قصص أقوى وأجمل. المسلسل بيبدأ بزعيم عصابة اسمه أشرف قاعد على مكتبه ماسك سلاحه، ملامحه كلها تعب وحزن. بعد شوية بيقوم من مكانه يبص على صورة حبيبته نيسان والدموع مالية عينه. بيخرج من المكتب وينزل السلم بصعوبة لأنه مصاب، وساعتها بنكتشف إن حصل هجوم مسلح على بيته. البيت اتدمر ورجالته كلهم ماتوا في الهجوم ده. بيحاول أشرف يوصل لعربيته وبمجرد ما بيركبها بيموت متأثر بإصابته. بعد كده بنرجع بالزمن لورا وبنعرف إن أشرف كان ولد يتيم، وكان وهو صغير شغال عند ميكانيكي. وفي يوم وهو بيساعد الميكانيكي بيشوف بالصدفة بنت جميلة اسمها نيسان وبيحبها من أول نظرة، ومن اللحظة دي بيتولد جوه قلبه حب كبير ليها، حب بيعيش معاه سنين طويلة. بتعدي 20 سنة